ولائحة المشاركين في سباق 800 متر. سيداتي وسادتي 800 متر رجال. إذا بالنسبة لمسابقة 800 متر التي تعد من المسابقات صعبة جدا، هناك نيجل أموس، هذا من بوتسوانا، هذا صاحب الميدالية الذهبية في لندن في 800 متر. غتكون مواجهة بين نيجل أموس من بوتسوانا وأيضا الجزائري المخلوفي صاحب ذهبية لندن في 1500 متر. المخرج تعطينا صورة، هذا المخلوفي الجزائري اللي ربح ذهبية لندن في 1500، وإيغيدير فاز بالمركز الثالث في 1500 في لندن. ليفادونسكي هذا أيضا من الأدائين جيدين من بولونيا، مارسيل ليفادونسكي. بوس أمبواس من فرنسا، المغربي المنوي أيضا جيد. من قطر جمال هيران، ثم ايضا عبد اللطيف القص اللي عنده دقيقه 48 كاحسن توقيت. غادي نشاهدوا صراع غادي يكون بالدرجه الاولى بين نيجل اموس من بوتسوانا وايضا الجزائري المخلوفي وايضا الفرنسي بيير امبواز بوس المخلوفي البطل الاولمبي في 1500 بلندن. وإن كان الآن امتياز كبير عند أنجيل أموس اللي أيضا فاز بلقب بطولة إفريقيا في مدينة مراكش. الآن أعطيت انطلاقة الصراع غادي يكون بين بوتسوانا وأيضا الجزائر مع إدراج ليفاندوفسكي اللي عنده تجربة كبيرة على مستوى المشاركة ديالو في سباق 800 متر. والمغاربة هناك عبد اللطيف القيس وأمين مناوي في محاولة لتحقيق وتحسين أرقامهم الشخصية في سباق 800 متر. إذن بالنسبة لميلي إدوين فهو أرنب السباق. غنشوفوا 400 متر الأولى فاش غتقطع بالنسبة أرنب السباق ميلي إدوين كيبلاغات. إذا تقدم ديال أمين المناوي في المركز الأول بعد ما غادي يخرج ميلي إدوين كيبلاغات أرنب السباق. والكل تعرف بأن أمين المناوي عنده توقيت جيد في 800 متر، عنده دقيقة 44 96، ويمكن نعتبره أمين المناوي من العدائين الصاعدين الجيل الجديد، نتمنى له كل التوفيق. لكن هناك أيضا صعود ديال العداء مارسين البولوني مارسين ليفونسكي في المركز الثاني، والآن ياخذ المقدمة أمين المناوي في المركز الثاني، نيجل مونسيل في المركز الثالث. باقي الآن ما شفناش المخلوفي الآن الجزائري تيتقدم الى جانب نيجل مونسيل. غادي يكون صراع بين صاحب الميداليه الذهبيه في 800 متر وصاحب الميداليه الذهبيه في 1500. المخلوفي بشكل جيد في المركز الاول، مركز ثاني ديال المخلوفي البطل الاولمبي والبولوني مارسين في المركز الاول. شغل مع المنطق. إذا دقيقة 44 ثانية 53 جزء من المئة بالنسبة لإروين أو بوس حسن. نعم الفرنسي أمبواس بيير بوس هو الفائز. نعم حتى على مستوى المواقع الإلكترونية الجريدة المتخصصة في ألعاب القوى ليكيب فقد قدمت مقال واسع عن بوس وعن إمكانية هذا العداء أن يكون حاضرا بقوة في سباق 800 متر. بوس يحقق دقيقة 44 ثانية 51 جزء من المئة. إذا دقيقة 44 51 بالنسبة للبوس العداء الفرنسي، أحسن توقيت شخصي له هذه السنة دقيقة 44 51 بالنسبة لبيير أمبواز بوس من فرنسا. بالنظر إلى لائحة أحسن إنجازات العالمية فدقيقة 44 51 هي ثالث أحسن توقيت عالمي بعد توقيت دقيقة 43 37 لنيكولاس كيبلاغات، دقيقة 43 48 لجوناثان كيبروتيش، ودقيقة 44 51 كانت مسجلة من طرف تيموتي كيتوم. وينضاف إليه الآن بوس بيير أمبواز هنا بالرباط على مستوى الملتقى الدولي محمد السادس. توفيق المخلوفي في المرتبة الثانية، أميل توكا في المرتبة الثالثة. وأكيد أن توفيق المخلوفي فهو يستعد لسباق 1500 متر للدفاع عن لقبه الأولمبي الذي أحرزه في دورة لندن. إذا بالنسبة لندن ليفادونسكي هذا أيضا من الأدائين جيدين من بولونيا، مارسيل ليفادونسكي. بوس أمبواس من فرنسا، المغربي المنوي أيضا جيد.
من قطر جمال هيران، ثم ايضا عبد اللطيف القص اللي عنده دقيقه 48 60 كاحسن توقيت. غادي نشاهدوا صراع غادي يكون بالدرجه الاولى بين نايجل اموس من بوتسوانا وايضا الجزائري المخلوفي، وايضا الفرنسي بيير امبواز بوس المخلوفي البطل الاولمبي في 1500 بلندن. وإن كان الآن امتياز كبير عند أنجل أموس اللي أيضا فاز بلقب بطولة إفريقيا في مدينة مراكش. الآن أعطيت انطلاقة الصراع. المناوي عنده توقيت جيد في 800 متر، عنده دقيقة 44 96، ويمكن نعتبره أمين المناوي من العدائين الصاعدين الجيل الجديد، نتمنى له كل التوفيق. لكن هناك أيضا صعود ديال العداء مارسين البولوني مارسين ليفونسكي في المركز الثاني، هو الان ياخذ المقدمه. امين المناوي في المركز الثاني، نايجل مونسير في المركز الثالث. باقي الان ما شفناش المخلوفي الان الجزائري تيتقدم الى جانب نايجل مونسير. غادي يكون صراع بين صاحب الميداليه الذهبيه في 800 متر وصاحب الميداليه الذهبيه في 1500. المخلوفي بشكل جيد في المركز الاول، مركز ثاني ديال المخلوفي البطل الاولمبي والبولوني مارسين في المركز الاول. ولائحة المشاركين في سباق 800 متر. سيدتي وسادتي 800 متر رجال. إذا بالنسبة للمسابقة 800 متر التي تعد من المسابقات صعيبة جدا، هناك نايجل أموس هذا من بوتسوانا، هذا صاحب الميدالية الذهبية في لندن في 800 متر. غتكون مواجهة بين نايجل أموس من بوتسوانا وايضا الجزائري المخلوفي صاحب ذهبية لندن في 1500 متر. المخرج يعطينا صورة، هذا المخلوفي الجزائري اللي ربح ذهبية لندن في 1500، وإيجيدير فاز بالمركز الثالث في 1500 في تورنمنت المنطقة. إذا دقيقة 44 ثانية 53 جزء من المئة بالنسبة لإروين أو بوس حسن. نعم الفرنسي امبواس بيير بوس هو الفائز. نعم حتى على مستوى المواقع الإلكترونية الجريدة المتخصصة في ألعاب القوى ليكيب فقد قدمت مقال واسع عن بوس وعن إمكانية هذا العداء أن يكون حاضرا بقوة في سباق 800 متر. بوس يحقق دقيقة 44 ثانية 51 جزء من المئة. إذا دقيقة 44 51 بالنسبة للبوس العداء الفرنسي، أحسن توقيت شخصي له هذه السنة دقيقة 44 51 بالنسبة لبيير أمبواز بوس من فرنسا. بالنظر اللي يكون بين بوتسوانا وايضا الجزائر مع ادراج ليفاندوفسكي اللي عنده تجربه كبيره على مستوى المشاركات ديالو في سباق 800 متر. والمغاربه هناك عبد اللطيف القيس وامين المناوي في محاوله لتحقيق وتحسين ارقامهم الشخصيه في سباق 800 متر. اذا بالنسبه لميلي ادوين فهو أرنب السباق. غنشوفوا 400 متر الأولى فاش غتقطع بالنسبة أرنب السباق ميلي إدوين كيبلاغات. إذا تقدم ديال أمين المناوي في المركز الأول بعد ما غادي يخرج ميلي إدوين كيبلاغات أرنب السباق، والكل تعرف بأن أمين